عشان كده اتصابت الارض بالفيروس ده وبنفكر ان كل الناس لازم يدعوا ربنا الاول علشان يغفر لهم والمشاكل دي لا تتحل. قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. النهاردة يا حبايب قلبي جبنا تاني سلسلة من مشتريات المدارس. جبنا الهدوم وجبت كمان بالمرة حلاوة المولد برضو. جبنا كل حاجة بأسعار جميلة جدا جدا، هتنبهروا. في حاجات جميلة هنا سعرها رخيص جدا بجد والله، كانت جميلة خالص. وهنا برضو ايه، طبعا صورت معاكم الشنطة دي قبل كده وكلكم قلتوا ان سعرها غالي. تمام، بس هي مش سعرها غالي لان انتم مش شايفين خامتها من قريب. بس بنتي قالت لي يا ماما صوري لي شنطه النهارده وصوري لي كل حاجه خاصه بيا النهارده مع متابعينك الحلوين، وقولوا لي ايه رايكم في كل حاجه انا جبتها، لان كل الحاجات بتاعتها بينك ولونها جميل جدا. تمام. انا جبت برضو ملابس، انا قلت لكم ان اياد نازل الاعدادي فكنت لازم اجيب له ملابس. بصوا حبايب قلبي، هنسيب الحلاوه ايه على جنب كده. تمام. بصي يا حبايب قلبي، هو قال لي ان الشنطه ديت عامله، بصي هي مش مصري على فكره، ماد ان شاينا، فاهمين؟ ديت مش دي مستورده مش مصري. كان بيقول لي سعرها 380 جنيه، حسبها لي على 350. 350 بصوا، 350 فيها ادي. هي خامتها جميله جميله، انتوا مش شايفين خامتها؟ خامتها جميله جدا يا بنات، وفيها صوصات كتير وشغل حلو خالص، لونها هادي جدا جدا فوق ما تتخيل. تمام. بصوا يا حبيب قلبي، هي بقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات يا حبيب قلبي. هي راحت، فاكرين الفيديو اللي فات كان عندها لانش بوكس وكان صغير كده وقلت لكم اللانش بوكس ده عادي، فهي راحت رجعت اللانش بوكس ده. هي راحت لان كانت جايبه اللانش بوكس من حد قريب هنا مننا يعني، راحت رجعته وجابت ده. فرق يعني، دوكها كان ب40، جابت ده ب50، ب60. جابت ده ب60 يا بنات. بصوا دفعت 20 جنيه وجابت ده، فده ب60 جنيه. شايفين؟ وحجمه كبير وفي حاجات تانية كتير. تمام. ما شاء الله. طبعا انتوا شفتوا ازازه الماء بتاعتها ديت، كنت انا تقريبا مش فاكره في الفيديو اللي فات قايله لكم سعرها يا بنات كان 50 ولا 60. 60 دي كان سعرها 60 جنيه. بصوا تحفه جميله. اللي ما شافش الفيديو اللي بتاع اول سلسله المشتريات ينزل يشترك في القناه وهتشوفوا باذن الله. الفيديو دوكا كان جميل جدا جدا، كان فيه مشتريات كتير. وبرده النهارده انا كملت بقيه الحاجه بتاعه المشتريات، وكمان جبت ملابس كمان. بصوا هنا هي جايبه كل حاجه بنك. بصوا تحفه جميله بنت، مش عارفه انتوا شايفينهم ولا لا. هنا كمان شفت المقلمه التحفه اللي هي عاملاها وجايباها دي، هي دي شارياها ليها. تمام، او تقريبا اختها عاملاها لها يعني. دي يعني مش جايه بيها المقلمه دي. بصوا يا بنات تحفه شيك خالص. بصوا هنا بتحط الاقلام بتاعتها. بصوا، وكمان بتفتح من الظهر كمان. بتفتح كده يعني، شايفين؟ يا رب تكونوا شايفين. بصوا بتفتح من ورا، تحط برضو دام فيها، دام. تمام. وبتفتح كمان. بصوا يعني انا زي ما قلت لكم كده، مره افتحها معاكم وتقريبا فتحتها معاها مره يعني، وريتها لي ساعه مرتين. بصوا جميله، فاتحه من هنا وادي فاتحه من هنا. وبصوا كمان بصوا الانبهار. بصوا يا بنات، بصوا بقى، بصوا بتفتح من هنا كمان. دي بتفتح كده، ودي كمان بتفتح من هنا. صراحه المقلمه جميله قوي، بس هي عيبها عيب واحد بس، انا بقول لها لو حد ضغط عليها في الشنطه هيكسرها. بصوا هنا بتحط الحاجات الاقلام، الاستيكات، فاهم؟ هنا الاستيكه، هنا استيكه برضو. بصوا ديت القطعه ديت بتتحط هنا يا بنات، بتتركب هنا كده. هي شايلاها عشان ما تتكسرش، بتحط هنا كده وبتحط الاقلام فيها. دي كده للاقلام. انا مش عارفه اصلا المستوى ده هياخد الاقلام ولا لا. بياخد اهو. ديت اصلا بتتركب هنا، تحط فيها الاقلام بتاعتها. بصوا بتحافظ على الاقلام. لا دي ما بتتحطش. بصوا المهم يعني، بصوا هي جميله، لها فيها كذا حاجه كويسه يعني. بصوا وهي شاريه لها دي، بتحطها فيها هنا، تركبها هنا يعني كده، تعلقها فيها تقريبا. المهم دي يا بنات عامله دي 70 جنيه يا بنات. المقلمه ديت عامله 70، المقلمه ديت عامله 70 اللي انتوا شايفينها دي. تمام.
ايه كمان جابته كده، قلنا حاجات رؤى يا بنات. تمام. ديت بصوا تعالى شوفوا الكابتن اياد ابني. اياد طبعا راح اولى اعدادي، فاحنا بنجيب له كل حاجه جديده، حتى جبت له لبس النهارده. فديت ديت بتحفظ الميه يا بنات. بصوا خامتها تحفه جدا جدا، مستورده، حاجه فخمه يعني، برضو حلوه. في منها الحجم الكبير ب 250. هو جاب ديت ب 90 جنيه يا بنات، جاب ديت ب 90 جنيه. تمام. تمام. يلا اللي مشتركيش في القناه انزلي واشتركي في القناه يا حبيبه قلبي، وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. تمام. احنا شفنا كده برضه يا بنات، وانا بشتري حاجات صراحه عجبني الثبت بتاع المشابك بتاعي ديت يا بنات، تحفه صراحه. لونها جميل قوي وخامتها تحفه يا بنات. بصوا 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 بصوا، خامتها طريه جدا 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 جدا. ديت يا بنات قالت لي سعرها 55، جبتها ب 50 جنيه. تمام. جبتها ب 50 جنيه. قولوا لي بقى في الكومنتات الحاجات دي غاليه ولا رخيصه. هي صراحه نزلت جابت الالوان معاها، لان هي ساعات بتاخد مصروفها. والله العظيم يا بنات هي ما بتجيبش، يعني ساعات يعني في حاجات انا بجيبها، في حاجات بيبقى نفسها فيها مثلا، وانا ممكن ارفض اقول انا جبت لك حاجات زي كده. هي عايزه مثلا تجيب حاجات افخم يعني، او حاجات تانية بزياده، فبتجيب من المصروف بتاعها، بتقعد تحط فلوس من المصروف بتاعها وتجيب. انا صراحه مش عارفه هي جايبه الالوان دي بكام صراحه. تمام. الالوان دي مش عارفه هي جايباهم بكام. هسال لكم برضو، ممكن يكون مش عارفه هي جايباها بكام صراحه. بس هي المسطره دي انا اللي انا اعرفه، المسطره ديت بصوا مش هي نزلت صراحه، جابت الحاجات ديت تقريبا ديت يا ب10 يا ب5 بنات. قولوا لي بقى في الكومنتات. انا قلت اصور لها الحاجات حتى هي مش جنبي عشان تقولي على الاسعار دي. برده نزلت شوفت وجابت كل الاقلام دي. بصوا راحه رابعه ابتدائي. ركزوا، راحه رابعه ابتدائي وجابت ايه. بصوا هي الاقلام دي والاقلام دي انا مش عارفه سعرهم بصراحه. انا جبت لها دي من الزقازيق، دي استيكه يا بنات على شكل قلم. بصوا جميله تحفه، شيك قوي شيك قوي بجد. جبت لها ديت ب5 جنيه. الاستيكه دي كلها ب5 جنيه يا بنات، تحفه. هي منظرها حلو قوي على شكل قلم، تحفه صراحه. تمام. وجبت لها القلم ده. هي قالت لي ماما عايزه قلم من دي، في الماستر من دي برضو. وانا في الزقازيق كان عندي ابني عنده اختبار في الزقازيق، ففي محل بيفتح كل حاجه فيه ب5 جنيه وب10 جنيه، وفي حاجات تانية كمان باسعار فوق كده، بس في حاجات صغيره كده اسعارها حلوه يعني. ده كان ب5 وده كان ب5 وده كان ب5. جبت لها كل الحاجات دي ب5. تمام. وده كان ب10 يا بنات، ده ب10 وده ب10 من المحل ده بوتو ده. تمام. وجبت برضو هناك من المحل ده، جبت دي ب5 وجبت دي ب5. وهي مش عارفه برضو نزلت اشترت القلم الرصاص ده، بس شكله فخم قوي وحاجه كده شيك ورقيقه جدا، بس مش عارفه ده بكام صراحه يا بنات. هي برضو نزلت جابته. هي جابت كل الحاجات دي بتجيبها لوحدها والله يعني. دول كده معلش، دول قولوا لي بقى في الكومنتات لو حد فيكم يعرف سعر دول والقلم ده ودول، انا ما اعرفش سعرهم صراحه، قولوا لي في الكومنتات. وجبت التوكه ديت للبنات برضو في البيت، ديت ب5 جنيه، دي ب10 ودي ب5. تمام. والتوختين دول برضو كل الواحده من دول ب5 جنيه. سامعيني؟ تمام. تعالوا بقى اقول لكم على اللبس. انا جبت هنا للولاد طبعا. اياد انتوا عارفين ان هو رايح اولى اعدادي، فبجيب له كل حاجه جديده. هنا بصوا جبت الشورت الجبردين ده يا بنات ب 310. تمام. 310. وجبت له ده برضو ب 310. يعني جبت 2 هم ليه. ماشي. اياد اللي رايح اولى اعدادي طبعا قلت لكم اللي بيروح مرحله جديده بقى انا بجيب له لبس جديد كامل، كل حاجه جديده، جديد في جديد يعني. جبت له برضو البنطلون ده برضو يا بنات ب 310. البنطلون ده جميل جدا جدا وخامته جميله جدا. بصوا ب 310 شايفينه. يبقى ده ب 310 وده ب 310 وده ب 310. وجبت برضو لاخوه محمود رايح 5 برضو ب 310. ده ب 350. ليه ده ب 350 يا ام اياد وده ب 310؟ عشان ده يا بنات حجم كبير. قالوا لي ده يعني شبابي، مع ان يعني اياد راح اولى اعدادي يعني شبابي، بس اياد عندي مش طويل ولا تخين. عندي محمود طبعا عشان كان عنده ظروف وبياخد كورتيزون فملى شويه، فجاب له الشورت ده
حبيت اجيبه حجم كبير عشان يعني ايه يصبروا، ان انا بجيب لهم شرايط بتبقى صغيره وبتصغر عليهم فبضطر اطلعها يعني لحد وكده. فانا حاولت اجيب اكبر يعني بتاع ايه محمود ده يلبس كمان الولاد اللي في الاعدادي. انا اجيب ده ب 350 علشان اكبر شويه عن دول، يعني ده ب 310 ده ب 310 ده ب 310 ده ب 350 يا بنات. تمام اليوم كده. جبت كمان تيشرتات يا بنات تحفه. بصوا بقى قولوا لي بقى التيشرتات ديت، دول لمحمود، محمود اللي رايح رابعه يا بنات. يا رب تكون الكاميرا موضحه لكم، بصراحه هم جمال ولونهم جميل. بصوا ده يا بنات اللي قال لي التيشيرت الواحد خامته جميله على فكره. قال لي التيشيرت الواحد بس صراحه هو لونه مش عاجبني، بس هما يعني الاولاد اختاروه. قال لي التيشيرت واقف على 300. بصوا بصوا ده كده، بصوا اوريكم كمان. لما التيشيرت قال لي على 300 انا قلت له لا اخده على كام، على رجع قال لي لا 270. انا خدت الواحد يا بنات على 250. بصوا ما شاء الله، بصوا يعني ده الرسمه ديت اهو سايده من ورا. بصوا واللون ده جميل قوي، اللي هو برتقاني او بيج بيج بصوا شايفين كده تشوفوا جامد. اهي بنات بصوا كده كده كام تيشيرت. بصوا بقى انا وقفت التيشيرت من دول يا بنات على 250 بعد 300 على 250 عشان انا جبت انا ايه نص دستة سعر الجمله. بصوا كده، بصوا 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 على الجمال واللون الجميل. ايه رايكم في الالوان وفي الاسعار؟ خامته جميله جميله. بصوا الستة ب1500، واحد ب250، الستة ب1500. بصوا بصوا على الجمال. هادين جدا وخامتهم حلوه خالص خالص فوق ما تتخيلوا. قولوا لي بقى في الكومنتات اتغلبت ولا ايه؟ اسعارهم ايه والوانهم؟ ده صراحه مش حباه، مش عارفه ليه يعني لونه مش عاجبني. قولوا لي بقى في الكومنتات حلوين ولا اسعارهم حلوين ولا لا. انا بقى جبت واحد فرداني تيشيرت الميات شبنات ده برضو ب250 جنيه. بصوا شفتوا الجمال، شغل عالي خالص. ده الإياد برضو، ده للياقة تانية اهي، الياقة ده ب250 برضو يا بنات. تمام. وجبت جيبة الرقى للمدرسة، عجبتها الجيبة دي، بتلبس تحتيها ليجن بقى، ليجن شراب. بصوا دي ب200 يا بنات، ب200 جنيه. خامتها تحفة تحفة تحفة. بصوا ايه رايكم بقى؟ تمام. هنا برضو اشتريت ده شميز لبنتي اللي راح اقول اعدادي، ده قال لي ب250، انا اشتريته ب200 يا بنات. بصوا لبنتي اللي رايحه تالتة اعدادي، قصدي بنتي رايحه تالتة اعدادي، اشتريت لها الشميز ده ب200 جنيه. اشتريت برضو الشميز ليا لان الشميز بتاعي كنت في اختبار ابني في القاهره، الشميز بتاعي قاعدين في المدرجات كان بيختبر كاراتيه وكده، فالشميز بتاعي كنت لابساه على بيزك، والشميز بتاعي اتقطع من ورا. كان اول لبسه يا بنات، اول لبسه البسه، تخيلوا اتقطع مني في من كراسي المدرجات، اتقطع من ورا 3 قطعات. فروحت اشتريت واحد لان انا بحبه قوي، حبيته وكان شيك عليا. جبت الشميز ده ليا وخلت بص تحفه قوي يا بنات. ده ب300 يا بنات لان خامته جميله جدا. ده ب300 جنيه. بصوا 300.
تمام. دي كل المشتريات يا بنات اللي احنا اشتريناها، وده اللبس وكل حاجه. لو حد فيكم عنده اي حد عنده عايز يعرف الاماكن والاسعار يقول لي في الكومنتات، برضه هقول لكم على كل الاماكن اللي جبت منها الاسعار دي. انا جبت الحاجات عامه من مركز فاقوس يا بنات، لان انا من مركز فاقوس. كل يعرف ان انا من مركز فاقوس يا بنات، انا جايبه كل الحاجات من مركز فاقوس. تعالوا بقى، طبعا احنا عارفين كلنا المشهور بقى بالحلاوه فاقوس هو المنياوي. تعالوا هنا بقى يا بنات اقول لكم انا جبت ايه في حلاوه الموز. تمام. هنا بصوا، عشان انا مش حافظه بس حافظه بعض القطع يعني. بصوا القطعه دي غاليه جدا. القطعه دي مكسرات يا بنات، مكسرات الموز. القطعه من دي ب90 جنيه، يعني دي ب90 ودي ب90 ودي ب90، ما عدا الفستق يا بنات القطعه دي ب100 جنيه. بصوا عايزه اوضح لكم بس الكاميرا كويس. يعني القطعه من دي كاجو، ودي لوز، ودي فستق، ودي عين الجمل. لا دي مش عين الجمل يا بنات، دي بندق. البندق ب90 والكاجو ب90 واللوز ب90. اما فستق هو اللي ب100 جنيه يا بنات. القطعه دي ب100 يعني دي بالقطعه. تمام. عند القطعه دي برضو اللي هي اللذيذه ديت، القطعه من ديت ب45 جنيه، يعني القطعتين دول ب90 جنيه يا بنات. تمام. دول اللي انا فاكراهم. عندي برضو معرفش برضو جايبه قطع ايه يا بنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي يا بنات القطع من دول 3 دول 3 فقط. القطعه ب30 جنيه يا بنات. دي ب30 ودي ب30 ودي القطعه من دول ب30 جنيه. تمام. وهنا برضو في قطعه هنا مش عارفه ديت تقريبا برضو بكام. هنا اشوفها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا بصراحه مش فاكره ديت بكام، بس صراحه هنا بقى دي كله العلف ده الكيلو ب210. العلف ده الكيلو ب210، ده كده كله ب210 يا بنات. تمام. ما عدا دول هقول لكم سعرهم، مش عارفه موجود هنا ولا ايه صراحه. دي انا مش عارفه سعرهم كام، بس دول اكيد لهم سعر. اما العلف ده كله القطع الكيلو ب210. العلف ده الكيلو ب210. اما القطع اللي انا قلت لكم عليهم اسعارهم بقى، دي ب30 واللي ديت القطعه ب45 منهم. المكسرات ب90 وب100. وهنا جبت نص. بصوا دي جميله. دي نوع ودي نوع. جبت ربع كيلو من دي وربع كيلو من دي. الربع كيلو من ديت عامل كام هقول لكم لحظه. شوفوا بس في الاسعار. بصوا يا بنات ديت الربع كيلو من ديت دي مستويه، اسمها مستويه. الربع كيلو من ديت ب70 جنيه. وربع كيلو من دي جميله. دي طعمها بالسمنه البلدي، مش عارفه يعني يعتبر جوز الهند مستويه. ديت ربع كيلو. جبت ربع كيلو منها ب85 جنيه. طبعا احنا عارفين في الشرقيه عندنا في مركز فاقوس احلى حلاوه تاكليها المنياوي. بصوا يا بنات تحفه 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 في الطعم. سكرها قليل جدا جدا. انا ما اكلتش حلاوه طحينيه قصدي ما اكلتش حلاوه المولد دي في حياتي خالص زي ما اكلتها في المكان ده في المنياوي. بحب المنياوي جدا جدا، بحب حلاوته يا بنات. بصوا نسيت اقول لكم القطعه من دي ب20 والقطعه من دي ب20. يبقى انا عندي قطع ب20 وقطع ب30 وقطع ب90 وقطع ب45 يا بنات. يبقى انا عندي ديت معلش اعذروني دول ايه ب45 جنيه. ودي قصدي دي ب30. القطعه من دي ب30 والقطعه من دي ب20. وعندي ديت القطعه ب45 والقطعه ب45. وعندي بقى المكسرات الغاليه اللي انا قلت لكم في 3 القطعه ب90 وفي قطعه ب100 جنيه. فستق ب100. هنا العلف بقى عباره عن ايه بقى؟ سوداني وسمسميه وحمصيه اهي. دي اللي بناكل سوداني وحمص وسوداني وحمص وسمسميه. برضو كل الحاجات اللي قراص ديت برضو بنجيب برضو السودانيه والسمسميه والحمصيه. وعندي بقى النوجه ما كترتش منها. بص اهم حاجه ان العلف وعندي اللي هي دي اللي بيحبوها قوي، اللي هي القطع اللي بيحبوها اللي عليها سكر. انا ما اعرفش طعمها ايه، تقريبا ملبن مسكر بالسكر كده. المهم ان العلف هنا الكيلو ب210 والقطعه التانية بالقطعه يا بنات. كده مشترياتنا النهارده
بالنسبة للقعدة بالنسبه للقعده دي، وانا اعمل ايه يا رب؟ مش سايباني في حالي وانا بسجل. كل ما اجي اسجل بوس بوس بوس. ليه بوس بوسي؟ بوسي لوحي انت. بس حبيبتي بتحبني جدا جدا جدا، وانا بحبها وبموت فيها. تحب تيجي تقعد جنبي كده وانا بصور. بصوا يا بنات، زي ما قلت لكم كل الاسعار انا قلت لكم كده في الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والاكسبلور، واستنوني ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. اي حد عنده استفسار عن اي حاجه في الفيديو يقول لي في الكومنتات، وانا هرد عليكم على كل حاجه يا بنات. بصوا على قد ما اقدر يعني. ده ان شاء الله ده مشتريات النهارده، حبيت اوريها لكم كده في الفيديو وهقول لكم كل حاجه بالاسعار. يا رب اكون استفدتوا مني ولو بفكره بسيطه كده. ما تنسوش اللايك والاكسبلور، وقبل ما تطلعي من الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناه عشان يوصلكم كل جديد من القناه.